السؤال ده اتشيل كل حته. اهلا بيكم في ازاي اسافر. في الحلقه دي جمعنا اكتر الاسئله اللي انتوا بتبعتوها لنا على البيج وهنرد عليها كلها. استنوا معانا. انا بنت واول مره اسافر لوحدي، تنصحيني ابدا بايه؟ اول حاجه اصلا انا عايزه اقولها لك ان برافو عليكي واوعي ترجعي كلامك ولا تغيري رايك. تاني حاجه ان في بلاد كتير جدا في ميل سولو فريندلي، يعني ان انتي لو هتسافري كبنت لوحدك البلاد دي امان جدا، منهم تايلاند، ماليزيا، سنغافور، بلاد كتيره في اوروبا. الليست دي موجوده على الانترنت، انتي بس اكتبي فيميل سولو فريندلي كونتريز وهتطلع لك كلها. ايه اقل فلوس تكون معايا في حساب البنك وانا بقدم على الشنجن؟ طيب بالنسبه للشنجن قبل التعويم كان لازم يبقى معانا 100 يورو لكل يوم هنقعد فيه في البلد دي، يعني لو كنا مسافرين فرنسا 10 ايام كان لازم يبقى معانا على الاقل 1000 يورو في حساب البنك بتاعنا. طيب دلوقتي في كذا سفاره قالت ان هم مش هيقبلوا اي ابلكيشنز البنك اكاونت بتاعه فيها اقل من 25000 جنيه، فخلينا يا جماعه ناخد دلوقتي 25000 جنيه ده الليميت واحنا بنقدم للشنجن فيزا بتاعتنا. طيب لو عايزين تعرفوا كل الاوراق المطلوبه للفيزا ويبقى معاكم ايه، اتفرجوا على حلقه الشنجن. السؤال بيقول انا اخدت الفيزا من فرنسا بس هسافر على هولندا ومش هعدي على فرنسا اصلا. طيب انت دلوقتي اخدت الفيزا من بلد بس انت عايز تروح بلد تاني، انا ممكن اقول لك يا باشا عادي جدا واطلع ولا يهمك، بس في مشكله ممكن تقابلك ودي بتحصل ساعات للناس، قليله بس بتحصل. بص يا سيدي، ضابط الجوازات اللي قاعد في هولندا ده عادي جدا ان هو لو شك فيك وعارف ان انت مش هتروح فرنسا يروح مرجعك على بلدك. طب الحل ازاي في المشكله دي؟ الحل ان انت دايما يبقى معاك اي حاجه بتثبت لا انا طالع على فرنسا. زي ايه؟ زي مثلا اوتيل انت حجزته ان انت طالع على فرنسا، تذكره قطر ان انت هتروح على فرنسا، لانه لو قفش ان انت البروجرام بتاعك ما فيهوش فرنسا اصلا دي بتبقى مشكله جامده جدا ورجعك على مصر. انا صاحبي عايش في النمسا، ممكن يبعت لي جواب استضافه وده يحسن موقفي وانا باخد الشنجن؟ طيب يا جماعه انا يؤسفني جدا ان انا اقول لكم ان جواب الاستضافه ده يا جماعه ساعات بيجيب نتيجه عكسيه جدا جدا جدا، خصوصا لو صاحبك ده مصري ولو ما عندوش اي املاك في البلد دي ولو بيشتغل شغلانه على قده شويه. طيب امتى جواب الاستضافه بيبقى حاجه كويسه؟ لو صاحبك ده اصلا من البلد اجنبي، او لو هو معاه الجنسيه وعنده بيت او مكان يملكه في البلد دي ويقدر يتكفل ان هو يستضيفك وتعيش معاه في نفس البيت ومصاريفك عليه وكله زي الفل. اعمل ايه لو الباسبور ضاع وانا مسافر؟ مشكله الباسبور دي جامده جدا، علشان كده لازم يا جماعه دايما نبقى مصورين الباسبور، ومش بس اول صفحه في الباسبور، لا ده احنا نصور كل الصفحات اللي احنا استخدمناها في الباسبور، لان انتوا لو كنتوا مطلعين اي فيزا قبل كده ده الاثبات الوحيد ان انتوا كان معاكم الفيزا دي. طيب الباسبور ضاع بنعمل ايه؟ بنطلع على السفاره المصريه او السفاره اللي تابع ليها السفاره المصريه، عشان في بلاد ما فيهاش سفاره مصر، ومن هناك بيطلعوا لك وثيقه اسمها وثيقه سفر، بتاخد الوثيقه دي وتطلع بيها على المطار على مصر، ما ينفعش تسافر بيها اي بلد تانية، ولما ترجع مصر بتعمل بدل فائد عادي جدا. البلاد اللي ممكن اسافرهم مع بعض في جنوب شرق اسيا. طيب اللوكيشن بتاع جنوب شرق اسيا حلو قوي وسهل قوي ان احنا نتحرك بين البلاد، سواء باتوبيسات او بطياره او باي حاجه، بمركب حتى ممكن تتحركوا جدا بين البلاد. طيب ايه البلاد اللي ممكن نعملها مع بعض؟ في سنغافوره، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، لاوس، كل دول ممكن يتعملوا في سفريه واحده. انا مسافر شهر عسل في شهر 3، ممكن ترشحي لي مكان؟ السؤال ده من اصعب الاسئله اللي بصراحه صعبه قوي الواحد يرد عليه، لان في عوامل بتاثر على اختيار المكان، منها
هل انت بتحب ايه؟ يعني انت بتحب اكتر الدايفنج، بتحب الحر، بتحب البرد، بتحب المدن، بتحب الجزر. فانا شايفه ان احسن حل للموضوع ده ان انت الاول يا اما تتفرج على حلقات ازاي اسافر وتشوف احنا هنقول لك ايه، او ان انت تدخل وتشوف البلاد دي جوها عامل ازاي في الوقت اللي انت عايزه وفيها الحاجات اللي انت بتحبها ولا لا. لكن ان احنا نقول بلد على طول كده بيبقى الموضوع صعب شويه. انا اخدت رفض من السفاره، ممكن اقدم تاني بعد قد ايه؟ طيب بالنسبه للشنجن لو ما اخدناش الرفض على الباسبورت ممكن نقدم تاني بعد 45 يوم. ال 45 يوم دول بيبقوا علشان لو عايز تقدم تظلم، بعد ال 45 يوم بتقدم تاني بورق جديد بابليكيشن جديد عادي خالص. هو يعني ايه باك باكينج؟ باك باكينج ده مصطلح عن طريقة سفر بأقل تكاليف. يعني لما توفر كل حاجة في رحلتك بيبقى اسمها باك باكينج. طب ليه علاقة الشنطة؟ على اساس ان انت بتسافر وبتلف بشنطة واحدة بس على ظهرك، ما بتحتاجش شنط بقى ولا بتجرجري شنط وراكي ولا اي حاجة من الكلام ده خالص. وكمان ما بتقعدش في اوتيلات غالية، واكيد ما بتعملش شوبينج. ايه هو طيران لو كوست كارير وده ليه اخده؟ طيران لو كوست كارير ده بيبقى طيران ارخص بكتير من الطيران العادي، زي مثلا ايزي جات، اير ايجيا، ماليندو، راين اير. ليه ارخص بكتير؟ لان في خدمات ما بتبقاش موجوده عليه، زي الاكل، زي اللاجج لو هتحطوا شنط بتدفعوا عليها، بس هو ارخص بكتير قوي من الطيران التاني. الحلقه خلصت. لو عجبتكم الحلقه متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا زوزي بنطلع على لو عجبتكم الحلقه متنسوش تعملوا لا مش عايزه اقوله تاني بقى.